اتفضل يا باشا انا جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا حبايبي الأطفال في فقرة علمني ديني. احنا مع الركن الثاني من أركان الإسلام. تكلمنا في الحلقة السابقة عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة الركن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة، اللي هي الصلة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، اللي ربنا فرض عليك وعلى الأمة كلها وعلى الناس الصلاة. فعلشان تكون عبد لله لابد وأن تكون مصليا محافظا لهذه الصلاة أو محافظا على هذه الصلاة. اللي يحافظ على الصلاة فقد نجا، وربنا سبحانه وتعالى بيقول وأقيموا الصلاة. إقامة الصلاة ربنا محتاج منك السر بينك وبينه. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أفضل الأعمال اللي بتقرب الواحد لربنا وإن ربنا يحبني ويرضى عني، في روايات كثيرة جدا للأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة لوقتها أو الصلاة على وقتها. تخيل ان الصلاة محافظ على الصلاة، وربنا قال حافظوا على الصلاة. ربنا يقول لي كده حافظوا على الصلاة، يبقى لما اسمع المؤذن ينادي حي على الصلاة يبقى انا اجري جري على طول اتوضى واصلي وادي ربنا فرضه، لان النبي علمنا كده علموا اولادكم الصلاة لسن 7 واضربوهم عليها لسن 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. بس الضرب هنا علشان الناس تاخد بالها مش ضرب ان انا افضل اضرب اللي هو عقاب، لا ده انما هي اشاره الى التانيب، اشاره الى التعزير، علشان اخد بايدك ان انت تصلي وتدي ربنا حقه، علشان انت مسلم، وطالما انت مسلم لازم تصلي. ما ينفعش مسلم ما يصليش، لان تخيل ان ربنا سبحانه وتعالى جعل صله بينك وبينه في الصلاه. طب انت ما بتصليش ليه؟ ايه العذر اللي منعك ان انت تصلي؟ انت بتكسل في الصلاه ليه؟ انت بتتقاعس عن اداء الصلاه ليه؟ انت بتاخر الصلاه ليه؟ انت مش عاوز تصلي ليه؟ هو احنا مش قلنا المره اللي فاتت ان ربنا الخالق الضار النافع اللي ربنا شايفك مطلع عليك بيراقبك بيعدد عليك حركاتك وسكناتك، وان ربنا خلق الدنيا كلها دغيت وجعل لك اعضاء وجعل لك حركات وجعل لك سكنات. انت ما بتصليش له ليه؟ ما بتصليش له ليه؟ انت عذرك ايه؟ انت بعيد عنه ليه؟ انت مقصر في طاعته ليه؟ مع ان الصلاة انما هي برهان، انما الصلاة نور، انما الصلاة ضياء، انما الصلاة بتلاقي ثمرتها في هذه الدنيا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله بيقول سيدنا النبي في مثل كده جميل جدا، بيقول لو ان في نهر قدام بيت الواحد وكل يوم يغتسل منه 5 مرات، فبيقول للنبي هل يبقى على جسده من الوساخة شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل يبقى على درنه شيء؟ هل يبقى هناك وساخة على جسده؟ قالوا لا يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. يمحو الله بهن الخطايا. الصلاة بتشرح الصدر، الصلاة بتريح الأعصاب، الصلاة بتجعل صلة بينك وبين ربنا، الصلاة بتفتح لك الأبواب، الصلاة بتجعلك متفوق في دراستك، الصلاة بتجعل رزقك مبارك، الصلاة بتجعل الشياطين بعيدة عنك، الصلاة بتجعلك في حماية مع ربنا سبحانه وتعالى، الصلاة بتجعل في بينك وبين ربنا عمار. كان في واحد زمان اسمه الربيع بن الخيثم، الراجل ده هو كان عمره ما ساب صلاة أبدا إلا في المسجد، وقت ما يسمع المنادي حي على الصلاة يجري على المسجد. بس في يوم من الأيام ربنا ابتلاه بشوية تعب فمرض فنام في الأرض، فكان حينما يسمع حي على الصلاة يجري جري على المسجد، بس مش قادر يمشي على رجليه، فكان عنده كده شلل نصفي، عنده رجله اليمين مع ايده اليمين ما بتتحركش، فهو عاوز يصلي، فراح جاي رابط حبل من اول بيته وحبل هناك عند المسجد، ويطلع من البيت وقت ما المؤذن ينادي يروح جاي ماسك في الحبل ويشد في الحبل لحد ما يوصل لحد المسجد، علشان ما يقولش لحد تعالى خد بايدي وديني المسجد، علشان ما يبقاش عالة على حد او عبء على حد. فبيقولوا له يا الربيع ربنا جعل لك رخصة ان انت ما تصليش في المسجد لانك مريض، صلي في البيت لانك مريض وليس على المريض حرج.
فصلي في بيتك، ما تصليش في المسجد، وما تشيلش على نفسك ما تحملش نفسك عبء ومشقة كبيرة. عارف كان سيدنا الربيع بن الخيثم يقول ايه؟ لا 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 لا، عبء ايه وتعب ايه؟ يعز على نفسي أن أسمع منادي الله ينادي حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم لا أجب. أنا يعز على نفسي إن أنا أسمع المنادي بينادي عليا حي على الصلاة وأنا قاعد في البيت بسمع المسلسل بتفرج على الفيلم. يعز على نفسي حي على الصلاة وأنا ما بجريش أبدا أروح أدي ربنا حقه. ما يعز على نفسي إنني أسمع المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح وانا قاعد ما بصليش وادي ربنا حقه. طب انا هقول ربنا يوم القيامه ايه؟ وربنا جعل صلاه فرضها عليا هيسالنا عنها يوم القيامه. ربنا هيسالني انت صليت ولا ما صليتش؟ طب انا قلت يا رب انا ما صليتش، هيقول له ربنا ليه؟ طب ما صليتش ليه؟ عذرك في ايه ما صليتش؟ طب لو قلت يا رب انا صليت، فربنا هيسالك سؤال، انت صليت زي ما ربنا اراد منك؟ يعني خشعت في الصلاه وانت بتنزل كده بتصلي؟ كان سيدنا النبي يقول كده ارحنا بها يا بلال. يعني يا حبايبي اللي زعلان وغضبان ومتضايق، اللي عنده زعل من حاجه وخوف من حاجه معينه، يتوضا ويصلي ويدي ربنا حقه في الصلاه وفرض ربنا. هتلاقي ربنا زل عنه الهم، زل عنه الخوف، زل عنه القلق، الشيطان بعد عنه، بل وجعل ربنا له كده مصدر من التفوق. الركن الثاني من أركان الإسلام وأقيموا الصلاة. فحافظ على الصلاة عشان الصلاة نجاة، الصلاة برهان، الصلاة ضياء، الصلاة نقاء، الصلاة صلة بينك وبين رب. وخلي بالك يا حبيبي إن الصلاة هي الركن الوحيد اللي اتفرض على النبي والنبي عند ربنا في رحلة الإسراء والمعراج، علشان تعرف إن هي صلة بينك وبين ربنا. والنبي يقول لك كده أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأنت نازل بنقول سبحان ربي الأعلى دغيت. خلي بالك ربنا بتبقى أنت في مكانه فوق قلبك مع ربنا، جوارحك مع ربنا. فالركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثاني ركن مباشرة إقام الصلاة عشان صلة بينك وبين ربنا. خلي بالك ربنا برضك جعل فيه ركن، الركن ده هو برهان على المال اللي ربنا اداهولك، برهان وحق للفقراء والمساكين. أكيد الركن ده أنت عرفته، هو حق الزكاة. يا ترى طلع الزكاة ازاي؟ اعمل مع الزكاة ايه؟ دي اللي هنعرفه ان شاء الله في الحلقة القادمة. استنوني في الاسبوع القادم ان شاء الله في فقرة علمني ديني. الى اللقاء في حلقة قادمة وفي ركن قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.